السلام عليكم، كل سنه وانتم طيبين يا جدعان بمناسبه العيد. يا رب لو الفيديو عجبكم يا ريت تشتركوا وتدعموني يعني في قلب القناه. تمام، جاي لكم النهارده بالجزء الثاني اللي ازاي تفرك حمام المرسلات وازاي مواصفاته. معلش اللي انا صورت الجزء الاولاني بس بصراحه ما عجبنيش، اللي انا لما جيت بصيت عليه لقيت في حاجات انا مش قايلها، المواصفات اللي انا مش قايلها والاحجام بتاعتها. تمام يا جدعان، عايز تفرك مرسلات افهم المرسلات الاول. تمام، بصوا مواصفات حمام المرسلات. ده الدكر عامل كام؟ من 400 لحد 500 جنيه. بصوا الدكر الحمام المرسلات الاسود، تمام، لازم يكون باللون العين دي. بصوا لون عينه، ولازم يكون بقه قالب جامد والعظميه بتاعت بقه بالطريقه دي. تمام، هوريكم مواصفاته الاول بعد كده اقول لكم ازاي تفرخوا منه. اهي تمام، وادي البق بتاعه اهي. عينه لازم تكون عينه باللون دي، وحوالين جفنه واسع. بص حوالين جفنه واسع. ولازم حمام المرسلات يا جدعان عشان تعرفوا اللي هو اصلي ولا متخلط، حجمه بيكون اكبر من الحمام الطبيعي. تمام، بيكون حجمه كبير ووزنه محترم يعني. تمام، ده مواصفات الفرد الحمام الاسود، لازم يكون عينيه بالجفن ده. بصوا بقى الحمام الابيض، الحمام المرسلات الابيض اهي، لازم عينه يكون بقى بكمع مش زي التاني الاسود. الحمام المرسلات الاسود ما ينفعش تكون عينيه بكمع. هتقول لي يعني ايه بكمع؟ هقول لك يعني عينيه سودا كده. بص الفرق، دي النتايه. بص، ويكون عظمها يعني مش كبير اول قليل اول اهي، ده عظمها. تمام، وادي العين وكل حاجه اهي، فرد قدامك اهو. دي الاتواب الرئيسيه اللي هو عامل زي الجمعيه، والاسود والابيض وكم نوع كده، هي دي الاتواب الرئيسيه. اما ما تجيبليش فرد مرسلات ابيض في حته سودا، ابيض مش عارف في ايه، ده بيكون اتواب داخله. يعني زي انا دلوقتي عامل ايه، نتايه بيضه مع ذكر اسود، هيجيبوا لي كده وكده، فاهم؟ فده مش توب هيبقى اساسي، بس لو عايز توب اساسي خلي الاثنين مع بعض. تمام، نيجي دلوقتي لفرخ المرسلات. معلش دلوقتي فرخ المرسلات، الحمام المرسلات معظمه ما بياكلش. معلش بس لو واج بس امسك من هنا، معلش امسك من هنا. تمام، معلش بس يا اتلوت. الحمام المرسلات معظمه ما بياكلش زغاليله، فانت اول ما بيضوا عندك اول بيضه سيبهم، خليهم يشوف هو فعلا هيزق زغاليله ولا مش هيعرف يزق زغاليله. عرف يزق زغاليله خير وبركه، انت كده مش محتاج حضانات. لو ما احتاج بقى ما عرفش بقى ياكل زغاليله وزغاليله ماتت، هتضطر ان انت تشتري قص حضان. ايه القص الحضان وايه مواصفاته وايه كل حاجه هقولها لك دلوقتي. قص الحضان، ثانيه واحده خليكم معانا، ثانيه ما تلفوش، ثانيه واحده بس معلش يا جدعان. السلام عليكم، معلش اللي احنا كملنا بقيه الفيديو اللي انا هنزله ده في يوم تاني، اللي هو بتاعت الحضان. فدول قص يا جدعان، النتايه بتاعته طايره، هاتهم كده. ومعايا فرد جنب كريز له غريب اهو، اللي هناك ده اللي برقبه، تعالى كده اهو، اخر واحد على السيخ اهو. ده يا جدعان معايا من الساعه 7، فدول انا كان قص عندي، حطيت تحتهم زغلول مرسلات، قلت عشان احضرهم وكده. نزلت لي الغربان يا جدعان، الغربان قطعته بصراحه، فاهم؟ فيا جدعان اللي انا هنزل الفيديو ده بكره، اللي مش عايز ما بيحبش يتفرج يعني على الحاجات دي ما يتفرجش على فيديو بكره، عشان المنظر بصراحه كان وحش بتاع الفرد. لما جيت تاكل انا طلعت يا جدعان لقيت الغربان بتشد الزغلول قدام بعض، المنظر وحش بصراحه. فانا صورته بس بعد ما اتاكل، تمام؟ فانا هنزل الفيديو ده ان شاء الله بكره. النهارده الاثنين، بكره الثلاث ان شاء الله. الفيديو ده هينزل يوم الثلاث، اللي هو بتاع لما الغربان نزل. تمام، خلينا في موضوعنا. ده الفرد الحضان، تمام. بصوا اهم حاجه في الفرد الحضان، مش مهم بقى بقه صغير، بص المفروض الشدق بتاعه يكون واسع، اللي هو البق بتاعه يكون واسع. بص اثبت بقى، معلش. بصوا البق بتاعه بيكون واسع كده، ياكل زغاليل مرسلات. وبرده مش شرط اللي هو ياكل زغاليل مرسلات لو بقه واسع. هات الجوز على قد سعرك. دول يا جدعان انا بخلي ده حضان ليه؟ مع انه فرد كويس
لو حد هيجي يشتريها هيشتري ب 200 او 150، انا اشتريته ب 30 جنيه. هتقول لي ازاي؟ هقول لك عشان جناحه مكسور. جناحه مكسور فما بيخصبش، كل ما يبيض معايا البيض بتاعه بيكون فاضي. فانت هات جوز بلدي، بس اهم حاجه يكون بق بتاعهم واسع. تمام. هتجيبهم او هتخليهم هما الاثنين يبيضوا في نفس الوقت، يعني هتدخل النتايتين، يعني الذكوره اهي هتدخل النتايتين في نفس الوقت. الجمعيه طار. يلا عادي. فانت هتجيب الاثنين في نفس الوقت. الحمام طاير اهو. تمام. فانت هتجيب النتايتين في نفس الوقت وتدخلهم على الذكوره، فهيبيضوا معاك في نفس الوقت. فانت هتروح ماسك بيض الحضان، مهما كان بيض الحضان. هوريكم دلوقتي فرد بقه ضيق، هوريكم دلوقتي فرد بقه ضيق. بصوا هوريلكم ده ما بياكلش حضان اللي هوريه لكم دلوقتي. فانت هات جوز قليل، يعني هات مثلا في سكه 60 80 جنيه الجوز، فاهم؟ عشان انت كده هترمي زغاليله، فاهم؟ هتلاقيهم برضو الجوز اللي هم طايرين عقبال ما اجيب لهم النتات ثانيه اهو. الفرد الانجليزي وهو بيلعب اهو قدامكم، النتات جمعيه، والذكر طار معاهم من البيض اللي كان موجود. الكريزلايه اللي كانت موجوده طار. تمام. الفرد طار يا جدعان. الفرد طار اهو. فبص هنوقف بس الفيديو لحد ما النتايه تنزل ترقد بس على البيت تاني. اهو من الحمام قدامكم، والفرد اهو يا جدعان ورا اهو نزل تاني اهو. اهو هكبر لكم على الزوم. تمام. معلش بس اللي في حد بيرن عليا، فانا هوقف الفيديو لحد بس ما النتايه تنزل. معلش الفرد اللي انا كنت جايبه اللي هو بقه ضيق عشان برضه افهمكم برضه الموضوع، يعني طار اهو قدامكم. تمام. فجبنا نتايه تانيه برضه بقها يعني مش صغير قوي، فاهم؟ بس بص ده بقى ما ينفعش تاكل حضان اهي، بقها ما بيفتحش اكتر من كده. فلما يجي زغلول الحضان كل ما يكبر العظم بتاعه بيلو اكتر، فالفرد زي كده مش هيعرف ياكله. فحرام عليك اللي انت تجيب فرد صغير تحط تحتيه زغاليل مراسله، مش هيعرف ياكلهم والزغاليل هتموت منك. تمام. فانت جرب الاول جزء المراسلات، حصه معاك واشتغل واكل زغاليله تمام مفيش مشكله. ما حصاش والدنيا معاك كده، معرفش ليش طلع كده ليه، فهنصيرها. فانت طالما المراسلات اكلت معاك تمام مفيش مشكله، ما اكلتش هات جوز حضان عامل 80 جنيه 100 جنيه بالكتير قوي، عشان انت كده كده هترمي بيضهم، فاهم؟ وتحط تحت الحضان دول بيض المراسلات. تمام. هي الموضوع كله عايز بس فهم وتفهم بس دماغ الفرد الحمام وبقه يا جدعان. خليه كبير، يعني لما تيجي تشتري فرد حمام افتح بقه. اللي هيبيع لك الفرد مش هيقول لك انت بتعمل ايه، اقول له انا لو قالك انت بتعمل كده ليه، اقول له انا عايز بس اعرف بقه عامل ازاي كده عشان انا حضن تحتيهم مراسلات، مش هيفتح بقه تاني. فانت هات حمامتين سعرهم قليل معاك عشان انت كده كده هترمي بيضهم. تمام. فرب بس يكون المعلومه وصلت لكم، ورب بس يكون الفيديو عجبكم.